في يوم وصل بلاغ لرجال الأمن بوجود حادثة عربية على الطريق، واللي ساق العربية دي مات. ودي من أهم وأخطر الجرايم اللي حصلت في الجزائر في سنة 2024. يعني في إحدى الطرق الصحراوية حصلت حادثة كبيرة جدا، والناس اتدخلت عشان ينقذوا اللي سايقها، وللأسف لقوه توفى. بلغوا رجال الأمن، حاولوا يكسروا الأبواب عشان يطلعوه، لقيوه مشوه تماما بسبب إزاز العربية كان مدمر وشه. ملقيوش معاه أي أوراق تثبت هويته ولا أي تفاصيل. كل اللي لقوه موجود تليفون، وبرضه كان متكسر. مفيش طريقة يعرفوا بيها غير رقم العربية. أرسلوه للمرور عشان يكتشفوا إن العربية متسجلة باسم تاجر بتقدم بلاغ إن هو متغيب من 3 أسابيع، وإن التاجر كان معاه عربيته وقت اختفائه. ملقيوش تفسير غير إن الشخص اللي جوه العربية هو التاجر مثلا. السؤال هنا، ليه التاجر يختفي من عيلته الفترة دي كلها؟ وليه؟ بس الغريب ان مواصفات التاجر مش هي نفس مواصفات الشخص اللي لقيوه في العربية. لما فحصوا رقم التليفون اللي لقوه متكسر، لقيوه لشخص تاني خالص غير التاجر. هنا بقى تبدأ القصة، وبدأوا رجال الأمن في فحص بلاغ تغيب التاجر وكل أقوال الشهود، لحد ما في شاهد قال إنه آخر مرة شافه كان واقف معاه شاب صغير، وخدوه ركب معاه العربية ومشوا. وقال إن الشاب ده عمرنا ما شفناه قبل كده. من ساعتها التاجر اختفى ومرجعش. فحصوا رجال الأمن بلاغات التغيب، لقيوا إن في 3 بلاغات متبلغ إن هما متغيبين. واحد تاجر مواشي، والتاني مقاول، والتالت رجل أعمال. والتلاتة اختفوا في ظروف غامضة ومفيش أخبار عنهم. وفي نفس الوقت كانوا غايبين في نفس الوقت. يعني في النهاية في كده 4 أشخاص متغيبين. نرجع بقى للراجل اللي كان سايق العربية. طلع اسمه بالخير الطيبي، راجل متجوز من سيدة معروفة اسمها خيرة عمار، وليها نشاط مجتمعي كبير وبتعمل أعمال خير، وكانت شخصية مشهورة يعني. وكمان كانت مترشحة للانتخابات المحلية. وهنا طبعا ممكن نستبعد ان بالخير الطيبي يكون له علاقة باختفاء التاجر. يعني ممكن يكون اشترى منه العربية ولسه ما سجلهاش، ما نعرفش. الملفت ان مر 3 ايام ومراته ما ظهرتش خالص، ولا قدمت بلاغ باختفاء جوزها، لان هي مكانها حساس شوية. رجال الامن كان عندهم سؤال، ليه ان بالخير الطيبي ركب عربية التاجر؟ توجهوا البيت بالخير الطيبي اللي كان ساكن فيه مع مراته، ولما وصلوا لقيوا ان البيت مقفول. وسألوا الجيران، فقالوا ان اتصدموا طبعا من اللي سمعوه. قالوا ان هم سايبين بيتهم من زمان، بيجوا كل فترة يقعدوا ساعة ساعتين شوية ويمشوا، وده غريب عليهم طبعا. ما كانش بيحصل ان هم كانوا مستقرين فيها. ولما مشيوا محدش عارف عنهم حاجة، ما كانوش عارفين هم ساكنين فين ولا بيروحوا فين. كانوا هم اصلا طبعهم غامض يعني. وسألوا رجال الأمن عن أي معلومات تانية. الجيران قالوا إن في ناس بتيجي معاهم كل فترة يقعدوا شوية ويمشوا، يعني ما بيجوش لوحديهم يعني. وده خلى رجال الأمن يقولوا إن مراته مثلا ممكن تكون جوه الشقة مقتولة أو حاجة. بدأوا ياخدوا تصريح باقتحام شقته، لأنهم كانوا شاكين طبعا إن هي جوه. ولما دخلوا اتصدموا من اللي شافوه. لقوا جثة ملفوفة في أكتر من بطانية ومتحللة تماما،
ولقوا جثة تانية متقطعة ومحطوطة جوه التلاجة. والبيت شكله مخيف جدا، عبارة عن مقبرة وريحته صعبة جدا. وبدأوا رجال الأمن بفحص الجنائي، واكتشفوا ان كل الأسلحة المستخدمة موجودة جوه الشقة عادي جدا يعني. والشقة أصلا متجهزة ان هي تستقبل حد ويقتلوه. ولقيوا أوضة فيها صالون مفروش جديد ومتجددة وشيك جدا، وغير باقي الشقة قديمة ومنظرها صعب جدا. بعد ما انتهوا من الفحص أرسلوا الجثث للطب الشرعي عشان يطلع التقرير يعرفوا ان الجثث دي لمين يعني. لقيوا ان الجثث 2 رجالة، والوفاة من أكتر من شهرين، والقتل عن طريق الطعن بأكتر من مكان، وانهم اتعرضوا للتعذيب والتشويه. ما كانوش عارفين يتعرفوا على الجثث. استدعوا الأهالي اللي كانوا عاملين بلاغات تغيب لسحب عينة DNA منهم عشان يتأكدوا الجثث دي خاصة بيهم ولا لا. وبالفعل تم التطابق بين عيلتين من أصل 4 بلاغات. ولكن رجال الأمن اتأكدوا ان فعلا خيرة وجوزها ليهم يد في كل البلاغات، ولولا حادثة العربية اللي كانت بالصدفة كان ممكن يفضلوا مستمرين في جريمهم لحد دلوقتي. خيرة مختفية، ورجال الأمن استدعوا أفراد عائلتها عشان يتحقق معاهم يعرفوا هي فين. وتحصل مفاجأة تانية لما استدعوا أخوها لؤي، لقيوا إنه هو مرتبك جدا وكان عارف حاجة ومخبي. واللي لفت انتباههم ان اخوها تنطبق عليه مواصفات الشاب اللي الشاهد قال انه كان واقف مع التاجر لما اختفى. استدعوا الشاهد وبالفعل اتعرف عليه وقال هو ده اللي كان مع التاجر يوم ما اختفى. وطبعا هو انكر علاقته وقال انا معرفش حاجة وانا مليش علاقة بيه. لما اتضغط عليه جامد اعترف. وقعد يسألوه على أخته وعلى أي حاجة، وكان بينكر طبعا كل حاجة. هما جابوا تليفونه وعمل فحص كامل لكل مكالماته والرسائل اللي على موبايله. اكتشفوا ان في مكالمات ورسائل مع أخته عبارة عن اتفاقيات بخصوص الناس اللي هيقتلوهم أو هيستدركوهم على البيت. كمان اكتشفوا ان والدتهم كانت عارفة هي بتعمل ايه، ولما سألوها انكرت وقالت انا بنتي ما بتحكيليش حاجة وانا ما اعرفش اي حاجة. ومع الضغط على لؤي اعترف بكل حاجة، وانه مشترك مع خيرة وجوزها عن قتل جثتين تانيين في البيت اللي كانوا قاعدين فيه، وان هو وجوز اخته كانوا بيحفروا ويخلصوا على الجثث بالدفن، وان خيرة وظيفتها بس ان هي تستدرج الرجالة الاغنياء لحد البيت بحجة ان هم يعملوا علاقة غير شرعية معاها، وطبعا ده مقابل مادي. والصورة اللي الناس بتشوفها لخيرة عمار من اعمال الخير وغيره دي مش الصورة الحقيقية ليها، ده كانت ستارة داري نفسها بيها قدام الناس. لما كان الراجل يوصل للبيت يلاقي طبعا اخوها وجوزها، ما كانوش بيلاقوها هي اصلا. كانوا يسرقوا كل الفلوس اللي معاه، عربيتهم، اي ممتلكات معاهم، والعربية يسوقها جوزها ويروح بيها لحد من التجار المتخصصين في سرقة العربيات، يا اما بقى بيقطعوها يبيعوها خردة او كانوا بيبيعوها على حالتها دي. طبعا كل الرجالة اللي كانوا بييجوا البيت ويتخلصوا منهم كانت خيرة هي اللي بتجيبها من بنفسها، الا التاجر دوت اخوها لما عرف انه هو راجل غني جدا راح طمع انه هو اللي يجيبه بنفسه عشان ياخد نسبة اكبر. وراح له، كان بيتواصل معاه، راح له وقال له ان هو يعرف بيت دعارة قريب منهم وهو مسيطر عليه وليه مكانته هناك، وتعالى معايا وانا هوديك وكده.
خده معاه وركب معاه العربية، وعلى أساس إن هو يوديه البيت، ووداه عند بيت أخته. ولما تخلصوا من التاجر، جوزها أخد العربية وطلع بيها عشان يوديها للتجار اللي هيشتروها منه. وفي الطريق طبعا عمل حادثة ومات فيها. وبعد كده رجال الأمن عملوا تتبع لتليفون خير عمار، وأول ما فتحت تليفونها تم تحديد مكانها واتقبض عليها قبل ما تسافر عن طريق الهجرة غير الشرعية. لقوا معاها مبالغ كبيرة جدا وذهب كتير. واجهوها وقالت حكت طبعا كل حاجة، واتقبض عليها وتم محاكمتها. ودي كانت قصتنا النهاردة.